السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. هقولك تاخدي ايه معاكي في شنطتك لمدة يومين. يعني لو هتروحي عند حد وهتقعدي لمدة يومين او 3 بالكتير قوي، ايه اللي هتحتاجيه معاكي؟ اول حاجة هيفضل ان الشنطة اللي هتاخديها معاكي يكون حجمها كبير، يعني تلملك كل حاجة هتحتاجيها. فانا لقيت ان الشنطة دي مناسبة جدا، وعايزة اقولك فعلا الشنطة دي بقالها معايا حوالي 5 سنين. حبها جدا من يوم ما اشتريتها. عملية، بتلم حاجات كتير ومريحة، خامتها وجلدها بجد حلوين جدا. بصوا، اول حاجة هي سوستتين كبار، وفيها السوستة اللي من قدام دي، وكمان من تحت سوستة تانية. تعالوا اوريكم الاول السوستتين اللي فوق حجمهم عامل ازاي. بصوا، ده حجمها من جوه، بجد بتلم حاجات كتير قوي. السوستة التانية، ودي سوستة صغيرة من قدام اهي، وفيها السوستة دي. يعني هي شكلها صغير وفي نفس الوقت بتلم حاجات كتير وعملية جدا. لكن اللي هعمله معاكم دلوقتي اني هحط الحاجة اللي هاخدها معايا عشان تشوفوني وانا برصها في الشنطة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هبتدي بيها معاكم هي شنطة الميك اب. خلي الاول كده ارص الاول معاكم شنطة الميك اب، وهي دي الشنطة اللي انا هحط فيها. الشنطة دي الحلو فيها ان هي بسوستتين زي ما انتم شايفين، وكمان طرية، يعني اقدر احط فيها الحاجة براحتي. اول حاجة وهو الكريم بتاع فير اند لافلي، كلمتكم عنه كتير قبل كده، دي هتكون من اول حاجات اللي موجودة معايا. برضو هاخد معايا الصن بلوك. الصن بلوك ده انا اللي عملته بنفسي، وعاوزين تعرفوا قد ايه هو حلو وجميل وعملته ازاي، هتلاقوني سايبالكوا الفيديو بتاعه في الديسكريبشن. كريم مرطب، الكريم ده عجبني وخفيف، والبشرة بتمتصه بسرعة، وريحته تحفة، ريحته بجد حلوة قوي. وطبعا عشان هو حجمه كبير، فانا هعمل ايه؟ هاخد من الكريم ده، هحط منه في علبة صغيرة زي دي. طبعا شايفين الفرق في الحجم قد ايه، العلبة دي قد ايه ودي قد ايه. فانا بفضي من العبوة الكبيرة واحط في الصغيرة عشان اخدها معايا في الشنطة. ده الشادو بتاع حواجب، لسه جايبه العلبه دي، وعاوزه اقول لكم ان هي بجد عجبتني جدا، والوانها ودرجاتها. بس شايفين اللون ده مش لون، ده بيقولوا ان هو مثبت للحواجب، هو عامل زي الفازلين. لو حد يعرف يقول لي ده بتاع ايه بالظبط او ليه، عشان بصراحه حاسه ان هو ملوش لازمه خالص، قولوا لي برضو. وبجد انا حبيت العلبه دي جدا. علبة بلاشر صغيرة. الحاجة طبعا اللي انا بستخدمها هي دي اللي انا هاخدها، وهي دي الدرجة بتاعتها. قلم الروج ده القلم اللي انا بستخدمه، يعني هوريكم برضو شكله. بصوا الدرجة بتاعته، الدرجة بتاعته بجد جميلة جدا، ومن الالوان اللي انا بحبها جدا. الدرجة بتاعته حلوة قوي. وده من بريتي وومن، برضو هاخده معايا. هاخد معايا ليب اويل، انا حبيته الفترة الاخيرة قوي لانه خفيف جدا وبيدي ترطيب بسيط، مش هقول ترطيب عميق للبشرة، لا هو ترطيب بسيط شوية. وبصوا شكله عامل ازاي، ده عامل زي هو رول، فبجد حلو جدا. وهو كمان يعني بيدي لمعة حلوة قوي كده على الشفايف لوحده، فبرضه هاخده. وهاخد برضه معايا مرطب للشفايف،
برضو المرطب ده ترطيبه حلو جدا، بس الحاجة الوحيدة اللي معجبتنيش فيه وهي كانت ريحته معجبتنيش قوي. وهاخد ماسكارا شفافة، واكيد هاخد مراية شنطة. بس المراية دي حلوة ان انا اخدها معايا ليه؟ لانها مش مراية وبس، لان المراية فيها مش علشان خاطر استخدم حاجات خاصة بتاعتي يعني، وما استخدمش حاجة تانية. فهي الحلو فيها ان هي فرشة مشط زي ما انتوا شايفين كده، ومعاها المراية بتاعتها. وعشان نأمن نفسنا اكيد يعني لازم يكون في معانا مزيل عرق. هاخد ده معايا احتياطي، لان قلتلكوا انا بحب الشابة جدا. ومش بستخدم بصراحة اي سبراي او اي مزيل عرق تاني، بس عشان مش هينفع اخدها معايا فانا هاخد اللي هو الحل السريع ده. وبجد هو عجبني قوي، وكلمتكم عنه في منتجات انا ليا بتاعت البشرة والشعر والجسم. برضه بخلاصة الشابة حلو جدا وعجبني جدا. وفي العلبة الشفافة دي هحط ايه؟ دبابيس احتياطية، مبرد. الفرشة الصغيرة دي عملية جدا وانتي بره، لانها زي ما انتوا شايفين صغيرة، كمان مش تاخد اي مساحة حتى لو هتاخديها في شنطة تانية. وهاخد معايا توكة استك، وهاخد معايا ازازة برفان صغيرة زي دي بيكون فيها بحط فيها البرفان الاساسي بتاعي، بس عشان لو الازازة كبيرة فانا بفضيها في ازازة صغيرة زي دي. واكيد ما تنسوش تاخدوا فرشة الاسنان بتاعتكم، وانا بصراحة عايزة اشتري لها الغطا او العلبة بتاعتها عشان برضو احفظها فيها. بس كده احنا خلصنا الشنطة بتاعت محتويات الميك اب، الحاجات اللي انا هحتاجها كلها، ودي هحطها هنا بقى في السوستة التانية. وبرضو من الحاجات المهمة اللي انتي لازم تكون معاكي وهي الحافظة دي. اكيد انتوا عارفين الحافظة دي بتاعت ايه، علشان تكون لو في الوقت بتاعها يعني تبقوا عاملين حسابكم مأمنين نفسكم كويس. وكمان من الحاجات اللي هاخدها معايا وهو الهاند جel او المعقم بتاع الايد. وهحط في الجراب ده الشاحن والسماعات، لان اكيد هحتاجهم هناك. وبكده بنكون خلصنا السوستة اللي ورا، النضارة النظر، نضارة الشمس. لكن انا ممكن اكون لابسة دي وهحط التانية في الجراب، وبرضو لو هحتاج ان انا احط الاتنين في الشنطة مع بعض فبلف دي في المنديل ده علشان خاطر يعني امان اكتر. او العكس، اللي انا هحتاجها واللي انا هلبسها التانية هتكون مكانها، ودول هحطهم معايا في الشنطة. وهاخد برضو معايا مناديل وايبس. الموبايل الصغير ده وحاطه فيه برضو خط تاني بستخدمه، لاني ساعات الواحد بيبقى مثلا عاوز يعمل مكالمات وفي نفس الوقت بيكون فاتح النت، فده بينفع على فكرة في الحاجات اللي زي دي. واكيد المحفظة، وانا اخترت المحفظة تكون صغيرة عشان لو الحاجات كتير ما تاخدش معايا زحمة. وحاولي تأكدي على الحاجات المهمة اللي هتاخديها، سواء كانت كروت، بطاقات. البطاقة الشخصية بقولك خلي بالك من البطاقة الشخصية. وكمان خدي معاكي فلوس احتياط، حطي معاكي 50 جنيه زيادة، 100 جنيه زيادة، ما تعرفيش الظروف برضو ايه اللي ممكن يحصل فيها. واكيد هاخد التليفون بتاعي. التليفون بتاعي طبعا بصور بيه دلوقتي، ولكن ده الجراب بتاع التليفون هو شتوي اكتر لانه بيدفيني بصراحة وانا ماسكاه. بجد شكله حلو قوي وفرو زي ما انتوا شايفين كده. ويلا بقى دلوقتي نحط الحاجة في السوستة الاولانية دي. وانا كده قفلت السوستة التانية، بس عشان خاطر برضو شوية انا ممكن احط التليفون ده في السوستة اللي ورا في مكان، بس خليه قريب مني. هحطه في السوستة اللي تحت دي،
وبرده لسه في كام حاجه كده بساط يعني هحطهم فيها. المفاتيح هحطها هنا. الكيس الصغير ده بتاع الفلوس الفضة، معايا منه برضو شنطة صغيرة، هما الاتنين كانوا مع بعض، كانوا جايين لي هدية، بس انا بحب البوك ده قوي وعملي قوي. برضو هحطه في السوستة اللي من قدام عشان بحط دايما الفلوس اللي هي الفكة وتكون قريبة مني. وزي ما انتوا شايفين انا حطيت الحاجات كلها قدامكم عشان تشوفوا قد ايه تقدري ترصي الحاجة بتاعتك بشكل عملي. فعلا الحاجات دي هتكفيكي كده ومش تحتاجي لأي حاجة، وهتكون حاجتك الخاصة بتاعتك كلها معاكي. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وأقول لكم السلام عليكم جميعا. ويلا بينا دلوقتي نشوف معلومة فيديو النهاردة بتقول